لو عايزة تحفظي نواعم العيد من غير ما تطرى منك او ريحتها تروح، تعالي اقولك على الطريقة وتحتفظي بيها لاخر حباية وهي بتقرمش معاكي وفيها ريحتها وجميلة جدا. يلا بينا. هنحضر علب بلاستيك زي دي او ايا كان، هنفرش فيها كده اكياس تلاجة من العادية، وبعدين اجيب البسكوت ارصه رأسيا كده زي ما انت شايفة بالشكل ده علشان ما يتكسرش معاكي لو حطيتيه بالعرض. ونكمل الكمية بتاعتنا، وما بين كل صف والتاني احط فاصل كيس تلاجة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها، وبعدين في الاخير برضو في الصف الاخير هنغطيه بكيس تلاجة، وبعدين نغطي العلبة كويس وتكون محكمة الغلق ما يجيش فيها اي هوا. كده هتحتفظي بالبسكوت لاخر بسكوتاية وهو بيقرمش معاكي وريحته جميلة جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نفس الحاجة هنعملها مع المعمول. هنجيب العلبة وهنفرشها بكيس تلاجة بالشكل ده، وهنفرش المعمول وما بين كل صف والتاني هنحطه ما بينه كيس تلاجة، وبعدين نقفلها كويس جدا ونحطها سواء الكحك او المعمول او البسكوت ونفس نواعم العيد كلها بالطريقة دي، وتحطيها في مكان ضلمة ومش حرارته عالية.